وفي سنة 1954 فرنسا قررت إنها لازم تكسب بأي ثمن، فبنت قلعة ضخمة اسمها ديان بيان فو، وقالت اللي هيقرب من هنا مش هيطلع منها حي. بس الفيتناميين قالوا ماشي يا فرنسا خلينا نجرب. وبعد حصار دام 55 يوم تحت المطر والطين والجوع الفرنسيين استسلموا، وأول مرة في التاريخ الحديث قوة آسيوية بسيطة تهزم جيش أوروبي ضخم. تقدر تقول إن فرنسا خرجت من فيتنام وهي بتقول إحنا جايين نحررهم بس شكلهم حررونا إحنا الأول. بعد الهزيمة العالم اتجمع في مؤتمر جنيف 1954 وقالوا خلاص يا جماعة نقسم فيتنام مؤقتا لحد ما الدنيا تهدى. فبقت فيتنام فيها خط فاصل عند خط العرض 17، الشمال بقيادة هو تشي منا الشيوعي، والجنوب بقيادة نجو دين ديم رأسمالي مدعوم من أمريكا. طبعا تقدروا تقولوا كده كوريا بس الإصدار التاني. الاتفاق كان يقول إنهم بعد سنتين يعملوا انتخابات موحدة، لكن أمريكا قالت لا إحنا مش ضامنين يمكن الشيوعية يكسبوا. وطبعا لما أمريكا تقول لا محدش بيقول لها لا تاني.